وقصدت ان يكون في ناجي حمادي عشان طبعا مشقة الوصول للمديرية ونكون في وسط حضراتكم، لأن طبعا أساس الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو استعداد وزارة الداخلية وتوجيهات معالي السيد الوزير بالنسبة للاستفتاء على الدستور اللي في خلال ساعة واثنين هيتعرف الموعد بتاعه، سواء كان على يوم أو على يومين. طبعا حضراتكم مش غايب عنكم المسرح السياسي اللي عايشه فيه مصر في الدنيا، ان في ناس بتحاول تجلد او توقف او تعطل المسيره الديمقراطيه اللي رايحه عليها مصر. مصر حطت خريطه الطريق وكل الشعب بيؤيد خريطه الطريق انها تمشي في طريقها السليم، والعالم كله من حوالينا بيراقب التجربه اللي بتتم في مصر. ولجنه ال50 نجحت والحمد لله انها طلعت لنا هذا الدستور، وعمر ما يكون في حاجه يرضى عنها الجميع. مش هنقول ان الدستور دوت مثلا 100% لبى جميع الطلبات، انما اللي ما لباش النهارده يتلبى بكره في البرلمان، يتعدل جزء منه. المهم ان المركب تمشي، المهم ان المركب تمشي. فهتلاقي ناس كتيرة هتحاول تعوق هذه المسيرة، وخاصة كل ما تقرب الموعد الاستفتاء يحاول يطلع لك مشاكل. ده أساس الاجتماع مع حضراتكم، على أساس إن إخواننا العملاء والمشايخ هم أقدر ناس على معرفة ما يدور في بلادهم. أنت عمدة عارف كل كبيرة وصغيرة في بلادك. والتعاون انا طلبت من اول يوم جيت هنا وقعدت مع حضراتكم في الكليه وقعدت في القاعه ديت مره ثانيه، دي المره الثالثه اللي تقعد مع بعضينا. التعاون لازم يكون وثيق بينك وبين السيد المأمور والسيد ضابط البلد. وانا تعليمات لحضراتهم عقد اجتماعات دوريه معاكم علشان نقدر نوفر لاهلنا وناسنا الامن والامان اللي الناس كلها بتطوق فيه معانا. من الناحيه الجنائيه الحمد لله كلكم ناسين، مفيش حته في محافظه هنا ما بنناش. اخواننا في الامن المركزي ضباط نباح وضباط نظام على تم استعداد ان احنا نموت بارواحنا مواطن اللي حط في 25 او 30 سنه اللي قابلنا بالجميل بتاعه واقف جنب الشرطه عشان نرد الجميل للناس. برده له بايه؟ ان انا اوفر له الامن والامان. واعتقد ان انتم لامسين بنفسكم الحملات اللي بتنزل في جميع البلد. مش هقول نجا حماد ولا قشط ولا رؤوس ولا قف، كل البلد. مضرونا واولادنا واخواتنا، واخرهم بقى لما كان عندنا تظاهره بسيطه في مدينه هنا، يعني 200 واحد مجمعين نفسهم هنا بس، ده من محافظات ثانيه من القاهره ومحافظات بقى. كل ده عشان يعمل فرقعه اعلاميه يقول لك في مظاهرات هي اللي بتصدر ليهم. الاهالي هم اللي تصدوا ليهم، وهذا لم ياتي من فراغ. تصد الاهالي بهذه التظاهره التي لم تستغرق غير 10 دقائق ما جاش من فراغ. الناس حاسه ان في تلاحم منها وبين جهاز الامن، نتيجه هذا التلاحم هم اللي تصدوا المظاهره، لان عارفين ان ده شيء غريب على ديننا وعلى العرف اللي في البلد. ان شاء الله هنبتدي الاستعداد من دلوقتي للاستفتاء. كان لسه في اجتماع يوم الخميس كان عامله معالي الوزير المحافظ مع جميع الاجهزه، كان سياده اللواء عقب حضره، وكان في القوات المسلحه، وكان في رؤساء مجالس المدن. يعني احنا بدانا مرحله تجهيز اللجان من حيث الإضاءة ومن حيث النور ومن حيث المكان المناسب. بالنسبة لنا بنعمل حرم آمن لكل لجنة حسب المساحة المتاحة قدام اللجنة، بحيث أن المواطن يتمكن من الإدلاء بصوته بمنتهى الحرية. احنا مش هنوجه حد إن يقول نعم أو لا، لأن أنا أهم حاجة أوصله إن يدي صوته في حرية. أوفر له هذا. طبعا
الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل. كل لجنة فيها قاضي، فيها مستشار، الفرز بيكون في اللجنة العامة في المركز. كلكم ناس كتار ومحترمين، وحضرتوا أكثر من انتخابات والاستفتاء. بيجوا لنا ضيوف سواء ضباط أو سواء أفراد من المحافظات المجاورة أو من الجهات الأمنية المختلفة. بنحاول من دلوقتي نوفر له مكان مناسب. أهل هنا معروفين، أهل كرم طول عمرهم، يعني دي ناس ضيوف